مش عايز اصدمك واقول لك ان انت كنت بتركب مجرة الدرج دي غلط. تعال اقول لك على السر. ازيكم يا معلمين؟ في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن طريقه تركيب مجرة الدرج وشرحنا اهميه الفتحه الرئيسيه والفتحه الافقيه. الفيديو موجود على القناه بيتكلم عن كيف يتم تركيب مجرة الدرج، وهسيبه لك برده في الاي اللي على الشمال فوق دي. انما بقى في الفيديو ده هنتكلم عن تركايه مهمه جدا موجوده في المجرة دي، يمكن 80% من الناس ما بيستخدموها. طبعا كلنا عارفين ان احنا ما ينفعش ان احنا نقطع الدرج قليل عشان خاطر البلي ما يفوتش، انما بعد ما تعرف التركايه دي مستحيل الدرج يبوظ منك، حتى لو قصر برده ليه حل. السر يا معلم في الاربع حدايد دول. اكيد يعني اللي صنع المجرة دي ومش حاطط دول للزينه لهم استعمال، بس اغلبيه الناس ما كانوش يعرفوها يعني. في العاده عشان كنت تعالج درج قصير منك كنت بتفك المجرة كلها وبتحط تحتها تخشينه، وبعد كده بترجع تربط المجرة تاني، وده بيتطلب مجهود كبير. تعال اقول لكم على السر بقى. جبت حته خشبه تقوم بمهمه جنب الكوميدينو او جنب اي علبه اللي انا هثبت فيها المجرة، وهبدا اثبتها بمسامير بس في مكان محدد هقول لك عليه. هثبت المسمار زي ما انت شايف كده في نهايه اللسان. لازم تركز وتاخد بالك من الحته دي. في نهايه كل لسان هتلاقي فتحه زي كده هنربط فيها المسمار. طيب انا ثبت المجرة بتاعتي كده بمسمارين في اللسان الاول وفي اللسان الاخير، وهنعرف ازاي نعالج الدرج لو قصر مننا. طيب انا دلوقتي الدرج بتاعي قطعته قصير وجمعته وخلصته. طب انا عايز اعالج المهمه دي من غير ما افك اي حاجه. طبعا احنا ثبتناها في اللسان، فهجيب مفك قديم او اي حاجه قديمه ممكن ارفع بيها المجرة، وهتظهر معاكم بالشكل ده كده. ارفع المقدار اللي انا عايزه، وبعد كده احط التخشينه بتاعتي واشد المسمار بتاعي تاني، ولو حابب ان انا ازود مسامير هزود. ده الكلام لو في جنب واحد، انما لو كلها عايزه تترفع فبتترفع وبتكون بالشكل ده. طبعا يا رب اكون فدتك بالفيديو ده لو باي معلومه حتى لو كانت صغيره، وان شاء الله تنفعك في المستقبل. ولو حابب تستفسر عن حاجه معينه اكتب لي في كومنت، ولو تستاهل فيديو هنزل لها. طبعا بقى لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك معانا في القناه وتدي لنا لايك عشان اعرف كام واحد عجبه الفيديو. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.